في مصر وتحديدا في المنصورة الأهالي اللي كانوا ساكنين في المنطقة بدأوا يشموا ريحة صعبة جدا وريحة كريهة طالعة من العمارة. ولما الأهالي قربوا من العمارة وبدأوا يشوفوا الريحة دي جاية من أنهي شقة، اكتشفوا إن الريحة الصعبة دي جاية من شقة في الدور الثالث، والشقة دي لواحدة اسمها أسماء. والأهالي كمان بيقولوا إن أسماء بقالها أكتر من يوم ما ظهرتش خالص، والشقة بتاعتها مفيش فيها صوت ولا نور ولا أي حاجة، بقالها أكتر من كذا يوم محدش شافها خالص، والريحه طالعه من عندها وريحه كريهه جدا. الاهالي في الوقت ده مقلقين وحاسين ان اسماء دي في خطر او في حاجه جوه حصلت، فقرروا ان هم يكلموا رجال الامن. وفعلا الشرطه وصلت باقصى سرعه. رجال الامن في الوقت ده يلاحظوا ان باب الشقه مقفول عادي جدا، ولا باين عليه كسر ولا باين عليه اي حاجه، والريحه قويه. فرجال الامن قرروا ان هم يفتحوا الباب ده، وفعلا يفتحوه. واول ما يدخلوا الشقه يشموا ريحه كريهه جدا، ويلفت انتباههم ان الشقه كلها متبهدله، كل حاجه مرميه على الارض. رجال الامن يشوفوا مصدر الريحه ده جاي منين، فيقرروا ان هم يخشوا اوضه النوم ويشوفوا مصدر الريحه ده. ولما يخشوا اوضه النوم يتصدموا حرفيا من اللي شافوه، يلاقوا ان اسماء مرميه على السرير من غير هدوم خالص، واخده اكتر من طعنه في جسمها، واخده طعنه كبيره في دماغها. ورجال الامن يلاحظوا ان في الصاله في اثار دم كتيره جدا، اكن الجريمه حصلت في الصاله وبعدين تم نقلها لأوضة النوم. ويلاحظوا كمان رجال الأمن إن المكان متنظف بطريقة قوية، مش متنظف كده بشكل عشوائي، لا، الظاهر إن في حد كان بيحاول ينظف المكان ده عشان محدش ياخد باله. وبعد 24 ساعة بالظبط تقرير الطب الشرعي يطلع ويدي مفاجآت كبيرة جدا، مفاجآت صعبة. وبيقول التقرير إن أسماء اتقتلت في الصالة، وبعد ما ماتت تم نقلها لأوضة النوم، وبعد الوفاة تم تجريدها من الملابس وتم الاعتداء عليها جنسيا. في آثار كدمات في ايديها ورجليها، وده يدل ان هي كانت مربوطة من ايديها ورجليها. منظر صعب ومرعب الصراحة، جريمة من ابشع ما يمكن. ليه يعمل فيها كده اساسا؟ وليه يطعنها اكتر من طعنة ويموتها بالطريقة البشعة دي؟ وليه لما اتأكد ان هي ماتت يعتدي عليها جنسيا؟ مين ممكن يعمل كده اساسا؟ ومين الضحية دي؟ الضحية دي اسمها أسماء، عندها 41 سنة، وأبوها لسه متوفي من سنة بالظبط. وأبوها كان مدرس لغة عربية، والناس كلها كانت بتقول إن هو ده مدرس محترم وكويس، وكمان كان بيساعد الغلابة، كان بيدوهم دروس خصوصية ببلاش. وأسماء من بعد ما أبوها توفى قاعدة لوحدها في الشقة وعايشة على معاش والدها، وما بتخرجش كتير، وبنت محترمة جدا وملهاش اختلاط بالناس، وكل الجيران بتقول عليها إن هي بنت في حالها وقاعدة في شقتها منعزلة، وبتخرج بمواعيد، ومحترمة جدا وملهاش مشاكل مع أي حد نهائي. رجال الأمن عملوا تحريات كاملة، لكن ولا لقوا بصمات ولا لقوا سلاح الجريمة ولا لقوا أي حاجة تدل إن مين اللي عمل كده. عملوا تحريات كاملة وعملوا تحريات كاملة مع كل الناس اللي تعرف أسماء، لكن برضه ما وصلوش لأي حاجة خالص. وفضل التحقيق لفترة كبيرة جدا، ده حتى كمان حققوا مع كل الناس اللي ساكنة في العمارة نفر نفر، وكمان ما وصلوش لاي حاجه. كل السكان قالوا ان هم ما سمعوش اي حاجه غريبه ولا شافوا اي حاجه غريبه خالص. الحاجه الغريبه اللي هم شافوها او شموها الريحه الكريهه اللي كانت طالعه من العماره، كان في ريحه ما كانش حد يطيقها، فعشان كده قرروا ان هم يدخلوا الشقه ويشوفوا ايه اللي حصل. لكن غير كده هم ما شافوش اي حاجه نهائي. رجال الامن قدام مجرم شبح، مش عارفين هو مين ومش عارفين هو عمل كده ليه اساسا. عملوا تحريات كامله رجال الامن مع كل الناس اللي تعرف أسماء، وعملوا كل اللي هم يقدروا عليه، وعملوا كل حاجة، لكن ما وصلوش لأي دليل ولا أي معلومة توصلهم من القاتل أساسا. وبعد مجهود كبير جدا من رجال الأمن اضطروا إن هم يقفلوا القضية دي ضد مجهول، لأنهم ما وصلوش لأي حاجة خالص ومش عارفين مين اللي عمل كده. ويمر 7 سنين على الجريمة دي، وتحديدا في 2022 راجل يدخل لاسم الشرطة ويطلب إن هو يقابل رئيس المباحث. ولما رئيس المباحث يقابل الراجل ده يقول له ان هو سمع واحد كان قاعد هو وقريبته في المنطقه، والراجل ده بيقول ان هو سمع الشاب ده وهو بيحكي لصاحبته وزعلان جدا ومتاثر، وبيقول لها انا كل شويه الست دي تجيلي في المنام، وكل يوم ما بعرفش انام، وضميري بيأنبني وصعبان عليا اللي احنا عملناه فيها. وبيقول الشاب ده ان هو مش قادر ينسى المشهد ومش قادر يتخيل ان هو شارك في جريمه زي كده، وكمان بعد ما خلصوا الجريمه اللي كان معاه اعتدى عليها جنسيا. الراجل اول ما يسمع الكلام ده يروح على طول على اسم الشرطه ويبلغ رئيس المباحث. رئيس المباحث يكلم الراجل ده ويقول له انت عارف شكل الشاب اللي كان بيحكي وبيتكلم ده؟ يقول له اه طبعا، الشاب ده عندنا في المنطقه واسمه كريم وعنده 27 سنه. رجال الامن ياخدوا المعلومات الكفايه من الراجل ده عن الشاب كريم ويعرفوا كل حاجه عنه. بس في الوقت ده
رئيس المباحث طلب ان هو يراجع المحاضر اللي اتقفلت من 7 سنين، ويدوروا بقى في المحاضر دي كلها لغايه لما يلاقوا ان في محضر اتسجل ضد مجهول، وكانت نفس المواصفات اللي حصلت في القضيه دي هي نفس المواصفات اللي الراجل ده بيحكيها اللي سمعها من الشاب كريم، وهي ان في واحده اتقتلت واعتدى عليها جنسيا من 7 سنين، ودي نفس قضيه اسماء بالظبط اللي اتقفلت واتسجلت ضد مجهول. رجال الامن في الوقت ده يعملوا تحريات كامله عن كريم ويحطوه تحت المراقبه، ويعرفوا ان كريم ده شغال في كافيتيريا، واقرب صاحب ليه واحد اسمه احمد وعنده برضه 27 سنه وشغال برضه معاه في نفس الكافيتيريا، والاتنين صحاب جدا وقريبين جدا من بعض. رجال الامن يعملوا تحريات كامله عن احمد صاحب كريم، ويكتشفوا ان احمد ده ساكن في الدور الخامس في نفس العماره اللي كانت فيها اسماء. اسماء كانت ساكنه في الدور الثالث، واحمد ده كان ساكن في الدور الخامس. رجال الامن يشكوا بنسبه 99% ان اللي عمل كده كريم واحمد هم اللي عملوا كده في اسماء، وعلى طول رجال الامن يروحوا يقبضوا على كريم احمد، واول ما يقبضوا على الاثنين يبان عليهم التوتر، واول ما يبتدوا يتكلموا معاهم الاثنين يعيطوا ويعترفوا بالجريمه اللي هم عملوها. بس الدافع عن جريمه القتل القذره دي هي مش السرقه، هي الانتقام. احمد يحكي ايه السبب اللي خلاهم يعملوا الجريمه القذره دي، ويقولوا هو عنده 9 سنين كانت امه هي المسؤوله عن البيت، كانت هي المسؤوله عن الدروس ومصاريف البيت وكل حاجه. وفي الوقت ده ابو اسماء كان مدرس لغه عربيه، وكان بيجي البيت بيدي لعيالها دروس، يجي البيت يدي لاخوات احمد دروس خصوصيه ويمشي. وكل الناس كانوا عارفين ان ابو اسماء ده شخصيه محترمه وكويس. ومره على مره ابو اسماء وهو بيروح البيت لوالدة أحمد عشان يدي لعيالها دروس، في الوقت ده أحمد كانت في المطبخ، فيقرر أبو أسماء إن هو يدخل عليها المطبخ ويبتدي يتحرش بيها. أحمد حاولت تنقذ نفسها وتزقه وحاولت تبعده، لكن أبو أسماء كان بيقرب منها ويحاول يتحرش بيها بطريقة عنيفة. في الوقت ده أحمد اللي كان عنده 9 سنين كان واقف وبيبص على المشهد ومصدوم ومش عارف يعمل ايه ومش عارف ايه اللي بيحصل. ابو اسماء لما حس ان هو مش عارف يتمكن من احمد ومش عارف يتحرش بيها قرر ان هو يمشي، بس في الوقت ده بص وراه لقى ان احمد اللي عنده 9 سنين بيبص عليه وشايف المشهد كله، فيقرر ابو اسماء ان هو ياخد حاجته ويلم دنيته ويمشي. وفي اللحظه دي احمد مسكت احمد اللي عنده 9 سنين وقالت له ما يحكيش لاي حد اللي شافه ده عشان هي مش عايزه فضايح وهي خايفه على سمعتها، وكمان ما يحكيش لابوه اي حاجه خالص، الموضوع ده سر بينا وما تحكوش لاي حد خالص. وفعلا احمد فضل كتم السر ده جواه، لكن كان كل يوم مش المشهد ما بيروحش من دماغه، يفضل يفكر ويفضل المشهد ده في دماغه. وانقطعت العلاقه ما بين المدرس ده وما بين والدة أحمد وما بين بيت أحمد. المدرس أبو أسماء ده كان ساكن في الثالث، ووالدة أحمد وأحمد كانوا ساكنين في الخامس، بس ما كانش حد بيسأل على حد خالص، ده في حاله وده في حاله. حتى كمان لما أحمد كان بيشوف المدرس ده في الشارع كان عينيه كلها بيطلع منها غل وانتقام، بس كان في حاله والمدرس ده في حاله، كان كل واحد في حاله. لكن طبعا أحمد المشهد ده فضل في دماغه وكان عايز ينتقم بأي طريقة لغاية لما أحمد تم 20 سنة وهو مش قادر ينسى المشهد ده نهائي، مش قادر ينساه خالص من دماغه ولا يروح من خياله. كل يوم أحمد بيقول إن هو بيصحى على كابوس بسبب المشهد اللي هو شافه واللي حصل من المدرس ده وهو بيتحرش بأمه. لكن بعد كام يوم أحمد يكتشف إن المدرس ده مات، كان عنده مرض خبيث ومات. أحمد بعد ما سمع الخبر ده فرح شوية، بس في نفس الوقت برضه حس إن هو يعني كان لازم ينتقم منه، بس قال ربنا خده وهو اللي انتقم منه بطريقته. لكن بعد فترة برضه دماغ أحمد بتودي وتجيب ومش قادر ينسى المشهد اللي حصل، فيقرر أحمد إن هو هينتقم من بنته أسماء اللي عندها 41 سنة. وأحمد في الوقت ده كان لازم حد يبقى معاه عشان يساعده في الجريمة اللي هو هيعملها، لأنه كان خايف وكان مقلق لحد ياخد باله أو إن هو ما يعرفش يتصرف، فكان محتاج حد معاه. وكمان أسماء كان جسمها كبير فخاف إن هي تسيطر عليه أو إن هي تفضحه، فقرر إن هو يكلم كريم صاحب عمره. وكمان كريم ده كان شغال معاه في نفس الكافيتيريا والاتنين صحاب جدا. ولما يحكي الكريم على كل اللي حصل ويقول له إن هو عايز ينتقم من أسماء دي وإن هو يقتلها، كريم قال له أنا معاك، بس في نفس الوقت كريم قال له طب أنا هستفاد إيه؟ يعني أنا هروح معاك وهشارك معاك في الجريمة دي، طب انا هستفاد ايه؟ احمد يقول له ان اسماء دي بيجي لها معاش وفي ايديها بيكون في ذهب واكيد محوشه قرشين على جنب، كل اللي انت هتعمله ان انت هتساعدني في الجريمه دي وكل حاجه هناخدها من الشقه خدها، انا مش عايزها، انا الغرض ان انا انتقم من اللي حصل في والدتي زمان. وفعلا يتفقوا
ويجي بقى يوم التنفيذ، وفعلا أحمد وكريم يدخلوا الشقة، وأول ما تشوفهم أسماء تصوت، لكن يجروا عليها ويكتموا بقها، ويفضل يطعنها أحمد أكتر من طعنة، ويعمل لها جرح كبير في دماغها، والجرح ده كان هو السبب الرئيسي إن هي تموت مباشرة. وأول ما اتأكد إن أسماء دي ماتت، أحمد على طول يشيلها ويوديها لأوضة النوم، ويجردها من ملابسها كلها، يقلعها ملابسها كلها، ويعتدي عليها بعد الوفاة. وبعد ما يخلص عملته دي ينظف كل حاجة، وينظف الدم، وينظف كل حاجة. وفي الوقت ده كريم كان بيدور في الشقة على كل حاجة يسرقها، سرق ذهب وسرق فلوس وسرق كل حاجة. والاتنين بعد ما خلصوا الجريمة القذرة البشعة دي ياخدوا بعضهم ويمشوا من غير ما حد ياخد باله نهائي. رجال الأمن لما يعملوا تحريات كاملة عن اللي حكاه أحمد، يلاقوا إن الواقعة اللي حكاها اللي حصلت من هو عنده 9 سنين، واقعة التحرش بتاعة المدرس أبو أسماء في والدته. الواقعة دي واقعة صحيحة، وإن فعلا حصل كده. بس بجد مش متخيل إن ممكن حد يعمل كده. هو أبو أسماء المدرس ده غلطان وما ينفعش يعمل كده، بس كان ممكن يتحاسب بالقانون حتى بعد إن هو مات. خلاص هو توفى ومات، ذنبها إيه أسماء إن أنت تعمل فيها كده؟ ذنبها إيه تشيل غلط أبوها؟ وفعلا الحق لازم كده كده هيظهر. القضية دي اتقفلت من 7 سنين بالظبط، فضلت 7 سنين مقفولة ومحدش يعرف مين اللي عمل كده. وبسبب إن الشاهد سمع إن الكلام ده بيتم من كريم، راح بلغ رجال الأمن، والحقيقة ظهرت بعد ما القضية دي اتقفلت 7 سنين.